السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض التوم المفروم اللي هنخزنه في الفريزر لمدة سنة كاملة، بنستهلك منه من غير ما يغير لا لون ولا طعم ولا ريحة ولا اي حاجة، وهيبقى زي الفريش وكأنك لسه عاملاه. يلا بينا نشوف هنكمل الوصفة ازاي. هتجيبي بقى طبق فيه شوية مية وتحطي فيه التوم اللي احنا فصصناه ده لمدة دقيقة واحدة بس ولا دقيقتين، علشان يبقى سهل عملية تقشيره، وكمان ما يسيبش ريحة قوية في ايدي لما اجي اقشره. ولو اني طبعا بنصحك انك تلبسي جلافز اثناء التقشير. والقشر ده طبعا هنتخلص منه، ويا ريت لو كان قبل كده بشهر كنا عملنا منه التوم الباودر. فان شاء الله هنعمله بطريقه تانية في وصفات قادمه باذن الله. تابعوني على قناتي مطبخ امان الشتاء. هنا بعد التوم ما قشرناه هنطلعه على مناديل مطبخ علشان تمتص منه اي ميه زياده، وناخده بقى على الكبه كده فرمتين 3، وفي نص الطريق كده نفتح الكبة ونحط حوالي معلقة وسط مليانة من الملح. تمام. وكمان 4 معالق زيت بنفس المعلقة اللي حطيت بيها الملح، وأفضل زيت ذرة عشان ما يسيبش ريحة. ونرجع طبعا نلف الكلام ده مع بعضه كمان لفتين 3 علشان يمتزجوا كويس جدا، وأوصل لدرجة النعومة اللي أنا عايزاها. في ناس بتحبه خشن، في ناس بتحبه ناعم قوي. أنا بحبه وسط ما بين الاتنين بالشكل ده، لا ناعم قوي ولا خشن قوي. وشايفة اللون ما شاء الله زي الفل. هنعمل ايه بعد كده بقى؟ هنجيب بقى البرطمان بتاعنا اللي احنا غسلناه كويس ونشفناه وعقمناه، ونحط فيه من تحت في الارضيه بتاعته حوالي معلقه واحده من الزيت، بس للاسف ما ظهرتش في التصوير. ونكمل ان احنا نعبيه بالثوم لغايه الاخر. بس انصحك برضو هنا لما تيجي تعبي التوم في اي حاجه ازاز، تسيبي الرقبه بتاعه البرطمان دي كلها فاضيه من فوق، واي حاجه حتى بتفرزنيها في اي برطمانات او اي شيء ازاز لازم تسيبي مسافه فراغ فاضيه كفايه. وهنحط هنا على الوش معلقه زيت كمان، وننزل نغطي بقى البرطمان كويس جدا باسترتش راب او حتى ورقه بلاستيك، وبعدين نحط الغطا ونشيله بقى في الفريزر. طيب هنا بعد اسبوع يا جماعه، شايفين الجمال ما شاء الله، لا لون اتغير ولا اي حاجه. طب الملمس اخباره ايه؟ هل يا ترى بقى حجري كده وجامد؟ لا ابدا، زي الفل طري كأن لسه عاملينه حالا، والريحه قويه جدا ما اقولكيش ازاي. يعني بجد الطريقه سهله وسريعه، وان شاء الله تعجبكم لما تجربوها وتعتمدوها. بس انصحك نصيحتين: لما تيجي تاخدي منه اي كميه للاكل، على طول بسرعه تقفليه الاول وتشيليه في الفريزر علشان خاطر ما يتعرضش للهواء. الحاجه التانية تاخدي بالك بقى من طبعا الاكل وانت بتملحيه، لان التوم اوريدي كان عليه ملح، فخلي الملح بتاعك اخر حاجه في الطبخه علشان خاطر يظبط معاكي. يا رب الوصفه تعجبكم. اذا عجبتكم لايك وشير واشتراك في قناتي على اليوتيوب مطبخ امان الشتاء. دمتم في امان الله، مع السلامه.